السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة جانا هوم. النهاردة هنعمل مع بعض مربى الفراولة بجيلي الفراولة، لون وطعم وريحة وقوام متماسك جميلة. هنجيب معانا كيلو فراولة، كيلو 200 جرام فراولة، وهنغسله وننقعه في مية علشان ينزل رملته. ومعانا الفراولة غسلناها وشطفناها وصفناها وقطعناها 4 واو، علشان هي كبيرة. لو صغيرة ممكن تخليها زي ما هي. تمام، احنا في موسم الفراولة، والفراولة دلوقتي جميلة نستغلها ونخزنها، نفرزنها يعني وايه ونعملها مربى. هنحطها في سيرفيس غويط علشان هنضيف لها 2 السكر. لكل كيلو فراولة 2 سكر، الكوباية حوالي 200 جرام. تمام كده. هنضيف اول كوباية معانا، وهنضيف التانية، وهنبتدي نقلبها، وهنسيبها في التلاجة حوالي من 4 ل5 ساعات ل6 ساعات. كل ما تسيبيها اكتر وتنزل ميتها يبقى افضل. هتقلل مدة التسوية على النار، وكمان المية بتاعتها هي اللي هتسويها. تمام كده. دلوقتي انا هغطيها اهي، غطيتها. دلوقتي معانا معلقتين جيلي كبار، ومعانا معلقة كبيرة عصير ليمون. معلقتين جيلي كبار يعني نص كيس جيلي حوالي كده. انا طلعتها من التلاجة ونزلت ميتها بعد 4 ساعات ونص، وحطيتها على النار. اول حاجة النار بتبقى عالية شوية، بس تبقي واقفة قدامها ومتابعاها. اول ما تغلي كده وتجيب الفوم او الريم ده او الرغاوي، نبتدي نوطي عليها ونشيل الريم ده حبة حبة يعني بقدر الامكان، علشان ما تسكرش معانا. اهي خلاص حطينا عصير الليمون واستوت معانا، وهنضيف الجيلي وهنقلبها. خلاص الفراولة جاهزة اهي، العلامة في المعلقة اهي ما جاتش على بعضها، والفراولة بتاعتنا بقت جاهزة. وهنطفي عليها. عبيناها في برطمانات 2. وشايفين الفراولاية ازاي جميلة وشكلها جميل. ودول الحبة اللي فضلوا حطيتهم في طبق، موفرة وبإيدك ولبيتك ولأهل بيتك، وطعمها تحفة 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 وروعة وروعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع.